تعرف عليكي؟ غصون. ايه؟ غصون يعني غصون. يعني شفتي الشجرة غصون او غصن الشجرة غصون كتير هذا اسمه. اتعرف عليكي؟ اولا مساء الخير. تاني حاجه انا اسمي اسماء، انا 25 سنه ومن من محافظه خاش قريه المرغب. اشحى بعدين غير اللي بيجي يقول لك ايه روحي اغسلي لك معونين تعلمي لك طبخه، اصلا دوبك عارفه تعملي لك الشغله بحياتك اصلا ما منك. غصون، حابه اسالك سؤال. طبعا انت عارفه ان الظروف الاقتصاديه اللي بنمر بيها كلنا دلوقتي، لو ابتدى فيه يبقى غلاء في المهور وغلاء في اجراءات الجواز، لو انت هتتنازلي عن اجراء من اجراءات الجواز، الشبكه او المهر او القايمه، ايه اللي ممكن تتنازلي عنه؟ يعني هل ممكن تتنازلي عن الشبكه ولا تتنازلي عن القايمه ولا تتنازلي عن المهر ولا عن هي اللي بتجي قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ يعني اذا الرجال طلق مرته هي شو بيكون اسمها؟ لا طبعا قبل الجواز. قبل الزواج. ليكي هلا انت بتعرفي انتوا الذهب اللي بتجيبوه بيكون كتير، يعني 17 غويشه و17 غويشه هون وهون. ما بنجيبش 17 غويشه ابدا. ناس هيك بتلبس شغلات كتير بحسها، فلا انا ما بدي اصلا ذهب عادي، يعني انا هو خاتم الماس صلى الله وبارك، انا اصلا ما بلبس ذهب تمام، فنستغني عن البعض من الشبكه. البعض يعني، وخاتم الماس كده تبقي استغنيتي. الماس والباقي ما بدي شيء اصلا عادي يعني. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. خاتم الالماس بيشتري رجال كله لحاله يعني. وجهة نظر برضو توفير. بالنسبه لشو اسمه هذا القايمه، هي يعني بصراحة القايمة اللي هي بتكون زي ما تقولي العفش بتاع الشقة، مثلا أوضة نوم، أوضة سفرة، أوضة أنتريه، بتكتبي الكلام ده كله في ورق بحيث إنه يحفظ حق الزوجة. هل أنت ممكن تتنازلي عن القايمة دي ولا القايمة دي شيء أساسي؟ نازل عنها، افرضوا طلع حقير هيك يعني وطلقنا لا قدر الله، ياخذ أغراضي تعبي وشقاي ليش ياخذوا؟ لا طبعا ما يعني أنت القايمة مش ممكن تتنازلي عنها؟ مستحيل والله، يطلع السماء وينزل الأرض ما بيصير. انا ايش ضمني؟ صح تمام، يعني انت لا بتتنازلي عن القايمه وبتتنازلي عن جزء من الشبكه. بتنازل عن جزء من الشبكه، بس المهم الخاتم الالماس اللي بيكون فيه حجر الماس هيك صغير، هذا بالرجال. طيب ما بدي بشوف حد. طب ايه رايك في الاهل اللي بيصروا على شبكه غاليه، مهر غالي؟ لا بصراحة يعني إذا الرجال منيح وابن حلال وهيك أبضاي يعني زلمة، بس أنا أكون محتاجته بيكون دائما واقف جنبي بيدعمني، أحيانا بيكون هو لإلي الأهل، فخر عليهم عادي أبو أهلي على أبوهم. المهم إنه الرجال منيح يعني. وبعدين لا حرام، أنا أهلي من النوع اللي بيساعدوا الرجال، إنه لا طالما أنت منيح بتخاف ربك حتصون البنت، حتكون أهلها بعد ما تاخدها من أهلها. لا بالعكس، اهلي كتير ناس كيوتات حبوبات يعني حلوين، بس الاهل اللي بيكونوا شداد شوي انه لا بالعكس ما بأيد هالشغله كتير، لانه احيانا هذا بيأثر على البنت نفسها او على الشخصين، ان ممكن يكونوا متوافقين فبيجوا الاهل بيخربوا الموضوع، وهذا بيكون موضوع مؤلم بصراحه ومقرف كتير، فما بأيده كتير بشع، شغله بتقرف. طيب ايه الرساله اللي ممكن توجهيها للاب او الام في تخفيف الاعباء عن الشباب في الجواز؟ يعني ممكن من وجهه نظرك ايه الرساله اللي بتوجهيها لكل اب وكل ام؟ ماذا أقول وأي شيء يقال، وأي شيء يقال بعد كل ما قيل، وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ أول شيء بحب أقول لكم كونوا رؤفاء شوية بحالنا، ويعني قدروا الوضع الحالي تمام، قدروا الوضع الحالي اللي أصلا إحنا كمكان أو كبلد أو كاقتصاد عم نمر فيه، ما في داعي تكسروا ظهر الناس تمام. وبالنسبة لشو اسمه للأهالي، احتووا عيالكم بالأول تمام، وكونوا أهل لهم علشان ما يحتاجوا لغيركم بعدين تمام، لأنه كتير بيأثر بحياتنا الشخصية والعملية والنفسية، إنه الأهل ما يكونوا بيحتووا الإنسان أكتر من حدا برا. عرفتي كيف؟ يعني أنا شخصيا إذا أهلي واقفين معي بيحتووني وداعميني معنويا قبل أي شيء تمام، أنا رح أكون ناجحة بعدين. غير اللي بيجي يقول لك
روحي اغسلي لك معونين، تعلمي لك طبخه، اصلا دوبك عارفه تعملي لك الشغله بحياتك، اصلا ما منك فايده، هيك رايحه على بيت العدل. هذا شيء مستفز. طب ايه الرساله؟ يعني انت لو بتقولي لهم ايه؟ تقولي لهم مثلا خففوا الاعباء شويه عن الشباب، يسروا الامور، خلي في ود، خلي في توافق بين البنت وبين الولد، يعني خلي في توافق بين العريس والعروسه، خلي في توافق بين العيلتين، يسروا الامور الماديه، ما فيش داعي انك انت تغلي في البهر وتغلي في الشبكه اغلب الاوقات بتكون الشغله هي جايه من عند اهل العروسه على العريس. يعني هو لو في توافق من الاول بين العيلتين في الشبكه وفي البهر وفي في اجراءات الجواز عموما، اكيد بيكونوا بنوا حياتهم صح، بتكون بعدين حياتهم لقدام سهله ومريحه، ما بيكون في مشاكل، ما بيكون في ضغوطات، خلص الامور لما بتكون ميسره ما بقاش في اعباء ماديه ولا ضغوط ولا مشاكل بعد الجواز. الماديه رح تسبب مشاكل بين الزوجين اصلا بعدين، تمام؟ فلا ما في داعي، بالعكس سهلوا الامور شوي، الدنيا ايزي مو لهالدرجه يعني. عموما فرصه سعيده ان انا اتعرفت بيكي، احنا هنذيع. اوكي زيعي. ماشي، فرصه سعيده.